C'est un événement très intéressant qui met la lumière sur l'industrie du sport. Donc, un certain nombre de startups sont présentes aujourd'hui pour pitcher, pour présenter des projets. Comme vous le savez, au niveau du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, nous avons lancé déjà au niveau des assises, nous avions discuté la question de l'intelligence artificielle et du numérique dans le cadre du sport. Et dernièrement, lors du lancement de Jazari, le 12 janvier dernier, du réseau des instituts Jazari, nous avons rappelé un certain nombre de sujets. Encore une fois, on a reparlé d'un Jazari qui va être dédié, d'un institut qui va être dédié aux événements sportifs de haut niveau, en préparation, entre autres, à la Coupe du Monde de 2030. اليوم كنظموا الدورة الثالثة من ليفينمون سبورتيك ساميت باي ام دي جي اس اللي الهدف منه هو نجمعوا ليكو سيستيم ديال لينوفاسيون ديال لانفيسيسمون وديال السبور حول اون تيماتيك او ان بانيل اللي كنشوفوا من خلاله الدور ديال لي غران ايفينمون في لينوفاسيون في السبور. هذا ليفينمون هو ايضا فرصة لإطلاق برنامج لمواكبة الشركات الناشئة اللي هو واحد البرنامج ديال 6 موا من خلاله كنواكبوا الشركات الناشئة من خلال دي فورماسيون من المونتورين وأيضا هي فرصة بور لاكسي لانفيسيسمون. سعيدة بالتواجد ديالي في هذه الندوة اللي فريدة من نوعها. تم تقديم عدد من العروض اللي تم الاختيار ديال احسن 3 مشاريع اللي تعزوا بواحد دعم مادي باش ينطلقوا في المشاريع ديالهم، وكان كذلك تقديم عروض من طرف اشخاص اللي نجحوا هذه السنوات باش انهم جاوا وتكلموا على المشاريع ديالهم، كيفاش كانت الانطلاقه والبدايه ديال المشاريع ديالهم اللي عرفت بعض العراقيل والصعوبات، وصبحوا ما شاء الله اليوم من ضمن يعني انجح يعني شباب اللي حاملين هذه المشاريع اللي عندها علاقه بالمغرب بلدهم الحبيب، وكذلك اللي هو مقبل على تنظيم كأس العالم سنه 2030. Donc petit coup de pub pour la plateforme qui vous a fait organiser ce tournoi qui est e-sport. J'appellerai son fondateur أنا الأخ ديال فارس وصفي اللي خدا المركز الثاني في التورنوا اللي منظمها الام دي جي اس. الوغ تحصل على هذه الجائزه مور واحد المسابقه اللي نظموها كانت نهار الحد اللي كانت الكترونيك وصافي، كانت سوغ فيفا 26 وصافي كانت واحد لا تورنوا بيناتهم كاملين، و جو بونس كو لي 3 غانيون الاولين خداو دي شيك وهو خدا لو دوزيام شيك الحمد لله، وبالتوفيق ليه في لي كومبيتيسيون جايين ان شاء الله. وكنشكروا الام دي جي اس على التنظيم هذا ديال سبورتيك، وان شاء الله نشوفوهم في دي زيفينمون اخرين ان شاء الله يا ربي.